في تونس تجددت الدعوات إلى نشر مضمون اتفاقية التعاون الدفاعية الموقعة مع الجزائر في أكتوبر الماضي بعد تداول وثيقة في عدد من المنصات الإعلامية قدمت على أساس أنها نص الاتفاقية المذكورة، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية، والتي اعتبر بعضها أن الغموض المحيط بالاتفاقية يطرح تساؤلات جدية، بينما شددت بعض الأصوات على أنه في حال ثبوت صحة ما ورد في الوثيقة المتداولة فإن الأمر قد يرقى وفقها إلى خيانة عظمى. وحتى الآن لم يصدر عن الجهات الرسمية أي بيان مباشر يؤكد أو ينفي صحة الوثيقة المتداولة، غير أن الرئيس قيس سعيد لمح أمس إلى عدم صحتها دون